حبايبي طلاب اولى اعدادي، اهلا بكم في قناه ذاكر مع بيبو. شرحنا دروس كتير على القناه. عندنا هنا هسيب لك قائمه فيها تمارين وفيها دروس مشروحه. خش كده دور فيها هتلاقي اللي يعجبك. قبل اي حاجه، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير. حاول تستغل الايام دي، ما تندمجش، يعني ما تخشش كده في الاجواء الرمضانيه وتنسى نفسك. ماشي ماشي. في الفيديو ده انا هحاول كده اسليك بشويه اسئله بيلموا الدرس الاول كله، اللي هو عناصر المناخ. درس مهم، فانا جايب لك شويه اسئله كده، يعني شويه صح وغلط على اختيارات على باب متفسر على ما النتائج، يعني شويه حلوين هلم لك جميع نقاط الدرس المهم. تمام. قبل ما نبدا يا ريت تعمل لايك، تعمل اشتراك، بيعلي كده من القناه، وتعرف صحابك على القناه بتاعتنا. احنا كده كده يعني بتصب في الاخر في مصلحتك. تمام. نبدأ على بركة ربنا. التمارين ديت من المذكرة بتاعتي، مذكرة المستر في الدراسات الاجتماعية الخاصة بينا احنا، المستر أبو نوب سعد. تمام تمام. أول سؤال معانا، الرياح التي تهب بانتظام طوال العام. الرياح اللي بتهب بانتظام طوال العام، احنا عندنا رياح تجارية، رياح عكسية، رياح قطبية. ايه اللي موجود منهم هنا؟ الرياح العكسية. تهب الرياح نقط باتجاه الضغط المنخفض الاستوائي. هنا ركز لك على الاستوائي. اللي بتهب ناحية الاستوائي اكيد الرياح التجارية اللي عند منطقة الاستواء. واللي فاكر الرسمة اللي احنا كنا راسمينها هنا هيعرف كلامي. تمام. 3. تهب الرياح نقط من دائرتي عرض 30 شمالا وجنوبا الى دائرتي القطبتين. معروف الرياح الرياح العكسية. تعد الرياح نقط من الرياح المحليه اللي بتهب على السودان هي رياح الهبوب. كلام سهل جدا. اختلاف الحراره على اليابس والماء المتجولين اثناء الليل والنهار، وده بيؤدي لحدوث طبعا بيؤدي لحدوث نسيم البر ونسيم البحر. لحد دلوقتي اسئله سهله جدا. يصاحب سقوط الامطار نقط رعد وبرق، طبعا الاعصاريه. من المناطق متوسطة المطر هي الساحل الشمالي البحر المتوسط. نادرة المطر دي متوسطة المطر. تمام. نادرة المطر هي الصحراء الكبرى. غزيرة المطر هي المنطقة الاستوائية. تمام. بعد كده سؤال صوب صح وخطأ مع التصويب. يؤدي اختلاف المناخ إلى تنوع أشكال الحياة على سطح الأرض. طبعا صح. يتمثل الفرق بين الطقس والمناخ في الفترة الزمنية التي يغطيها كل منهم. طبعا صح. صح. تعد الحرارة أهم عناصر المناخ. صح. ليه؟ عشان بتأثر على باقي العناصر. 4. ترتفع درجة الحرارة عند دائرة الاستواء لأن الأشعة الشمسية تكون مائلة. غلط طبعا. أشعة الشمس بتكون عمودية، عشان كده درجة الحرارة بترتفع. 5. تغطي الثلوج قمة جبل كينيا رغم وقوعه في المنطقة المدارية الحارة. صح. ليه؟ عشان في قاعدة بتقول كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر بتقل درجة واحدة مئوية. تتميز المناطق القريبة من أشعة الشمس للوصول مباشرة إلى الأرض. تتميز المناطق القريبة من أشعة الشمس للوصول. طبعا صح. يساعد الغطاء النباتي أشعة الشمس للوصول مباشرة إلى الأرض. غلط طبعا. الغطاء النباتي بيمنع وصول أشعة الشمس. المناطق مرتفعة الحرارة تكون ذات ضغط جوي منخفض والعكس صحيح. طبعا صح. احنا قلنا هم عكس بعض. تعد الرياح القطبية من أنواع الرياح الموسمية. غلط. من أنواع الرياح الدائمة. تعتبر الرياح الخمسين من أمثلة الرياح الدائمة التي تهب على مصر. غلط. دي من الرياح الموسمية. يسقط المطر التصاعدي على المنطقة القطبية. غلط. على المنطقة الاستوائية. تتميز الصحراء الكبرى بأنها من المناطق غزيرة المطر. غلط. من المناطق نادرة المطر. بعد كده سؤال بما تفسر، نوعية أخرى من الأسئلة بما تفسر. الحرارة أهم عناصر المناخ. ليه؟ قلنا لأنها تؤثر في باقي عناصر المناخ. اكتب ورايا لأنها تؤثر في باقي عناصر المناخ. اختلاف درجات الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض. السؤال ده واجب. حلوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي في الكومنتات وأنا أعلمه ولا بقول لك صح ولا غلط. رقم 3. ارتفاع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء. ليه؟ بسبب لأن أشعة الشمس تكون عمودية عند دائرة الاستواء. دي الإجابة دي. تمام. رقم 4. يغطي الجليد قمم الجبال العالية في المناطق المدارية.
ايه السبب بمتفسر؟ لانها بسبب ارتفاعها 150 متر فوق مستوى سطح البحر مش الارض، عشان الناس بتكتبها الارض. خمسة، اعتدال درجة حرارة الجهات القريبة من المسطحات المائية. ليه؟ قلنا عشان المسطحات المائية بتعمل على تلطيف درجة الحرارة. بعد كده انخفاض درجة الحرارة في المناطق المزروعة والغابات عن المناطق المكشوفة، وده بسبب ايه؟ طبعا ده بسبب ان الغطاء النباتي، بسبب الغطاء النباتي. سبعا، تلطف الرياح التجارية درجة حرارة المناطق التي تهب عليها. ليه طيب؟ لأنها تهب من مناطق أكثر حرارة. هي طبعا الرياح التجارية دي بتطلع منين؟ بتهب منين؟ من المنطقة الحارة، فمنين ما بتوصل إليها بتكون يعني ذات حرارة، فبتلطف درجة الحرارة. الرياح الموسمية الصيفية رياح ممطرة. ليه السبب؟ قلنا لأنها تهب من الماء نحو اليابس، عشان كده رياح ممطرة. حدوث نسيم البر والبحر، ده قلنا بسبب اختلاف الليل والنهار. سقوط الأمطار الإعصارية، إيه سبب سقوط الأمطار الإعصارية؟ ده سؤال تحلوا له في الكومنتات أهو. يبقى السؤال رقم 2 والسؤال رقم 10 تحلهم لي في الكومنتات تحت، أنا أعلمهم لك. رقم 11، حدوث تغيرات مناخية في العالم في العصر الحديث، ده سببه ايه؟ طبعا سببه تدخل الانسان في البيئة، فخلوه لك برضه واجب. سؤال سهل جدا كده، 3 اسئلة تحلهم لي في الكومنتات. اخر نوع من الاسئلة معانا اللي هو ما نتيجة مترتبة. ما نتيجة مترتبة على طول النهار في فصل الصيف، طبعا ترتب على ذلك ارتفاع درجة الحرارة. الارض تتلقى كمية كبيرة من اشعة الشمس، ده بيؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة. 2، اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الارض، ده بسبب اختلاف درجات الحرارة. درجة الحرارة مختلفة على سطح الارض، فده بيؤدي الى اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الارض. 3، اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال، ده بيترتب عليه سقوط الامطار التضاريسية. سقوط الامطار ايه؟ التضاريسية. 4، تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن المحمل ببخار الماء، طبعا هيترتب على ذلك سقوط الأمطار الإعصارية اللي هي مسحوبة ببرق ورعد. ده بالنسبة للتمرينات اللي على الدرس الأول، عناصر المناخ. أتمنى تكونوا استفدتوا، لو استفدت اعمل لايك واشتراك للقناة، ومع السلامة.